داخلين على العيد، والعيد فرحة، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نفرح الولاد النهاردة بشوية مارشميلو من ايديكم الحلوين. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هياخد منك وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. هتفرقي على ولادك وولاد العيلة كمان، وتاخديه هدايا في العيد ان شاء الله. وكل ده بشوية سكر وشوية مية. والله حاجة كده عايزة اقول لكم خطيرة، وبنشتريه من بره بالشيء الفلاني. فرحيني بقى يا قمر بمناسبة العيد بلايك وشير للفيديو وكومنت حلوة حتى لو بحرف. يلا بينا نسمي بالله. اول حاجه عندي هنا كوبايه ونص من السكر في طاسه او في حله زي ما انتوا عايزين. نزلت عليهم بنص كوبايه من الميه ونص كوبايه من عسل الكلوكوز. والعسل الكلوكوز ده بيجي من عند العطار او اي سوبر ماركت كبير. تمام كده، ومش غالي على فكره. هاخد بقى اقلبه تقليبه كويس وارفعه على النار لمده 3 دقايق بالظبط. هسيبه على النار لمده 3 دقايق. في المرحله دي عندي هنا نص كوبايه من الميه الدافيه، هنزل عليهم ب3 معالق ونص من الجيلاتين البودر، وده برضو بيجي مع العسل الكلوكوز من اي سوبر ماركت او عطار. هنا خلاص دوبت الجيلاتين مع الميه الدافيه. وهنا عندي الشربات مجرد ميه بسكر مش اكتر، يا دوبك بس السكر داب لمده 3 دقايق زي ما قلت لكم. نزلت هنا في بوله زي ما انتم شايفين وعليها الجيلاتين بتاعنا اللي سيحناه او دوبناه. وهبدا كده بالمضرب بقى، لازم هنا مضرب كهربائي او عجان. تمام، وهبدا اضرب فيه كويس قوي لحد لما زي ما انتم شايفين بصوا عمل معايا هنا ما بين صباعيني خيوط كده. هبدا اني انا هنا اعرف ان هو كده بقى تمام معايا. بصوا هنا ما شاء الله الكميه ده ضعفت جدا ازاي، بقى معانا عامل زي الكريم الشانتيه كده، وبقى ماسك نفسه شويه. هبدا هنا اقسمه بقى على حسب بقى كميه الالوان اللي انت عايزاها. شوفوا هنا كوبايه وربع من السكر او كوبايه ونص لو انت عايزاه مسكر قوي، بس انصحكم حطوا كوبايه وربع من السكر عشان يبقى مظبوط على نفس المقادير اللي احنا عملناها. طيب هبدا زي ما انتم شايفين هنا هبدا اقسم الكميه اللي انا عملتها في بولات كده، وهعمل بقى الوان زي ما انت عايزه. انا هنا هعمل 4 الوان، هعمل هنا لون اخضر ولون بامبا اللي هو البينك، وهعمل كمان لون اصفر واللون الابيض. حابه تخليه لون ابيض كله زي ما هو، مش هتضيفي له، ما عندكيش الوان مفيش اي مشكله، هيبقى مارشميلو ابيض عادي. ولكن الالوان دي الوان صحيه، بتيجي برضو من نفس المكان اللي بتجيبي منه الجيلاتين والعسل الكلوكوز. تمام كده. هبدا زي ما انت شايفه كده هدهن العلبه بتاعتي دهنه كويس قوي بالزيت، او احط فيها كيس كده بس برضو يكون مدهون كويس بالزيت. وهبدا ان انا احط كده كل كميه شكلتها او لونتها في علبه، ويقعد مش اقل من 12 ساعه، ويستحسن يكون من بالليل للصبح علشان خاطر يعني يوم كامل. كل ما يقعد في التلاجة اكتر هيديكي نتيجه اكتر. طيب هبدا هنا زي ما قلت لك احنا بندهن طبعا الكيس كويس قوي بالزيت او العلبه عشان يطلع معانا بكل سهوله. ولكن ده انا هنا بصراحه نسيت في البامبا ده ان انا ادهن الكيس، فجيت اطلعه طلع معايا بصعوبه زي ما انت شايفه. بس عادي جدا بتستعاني بالنشا. تمام، طبيعي النشا لازم نستعان بيه في التقطيع وفي كله، لان هو بيبقى سكر عباره عن زي الملبن. تمام، هبدا هنا زي ما انتم شايفين بعد ما قعد في التلاجة يوم كامل بالشكل ده اداني النتيجه الحلوه اللي انتم شايفينها دي. مارشميلو اللي كلوا يا ولاد ما صدقوش بجد اني انا اللي عاملاه في البيت. هبدا هنا استعان برضو بالنشا زي ما قلت لكم، هو عباره عن سكر فهيعمل زي الملبن. لازم تيجي تقطعي كده تدهني السكينه كويس قوي بالنشا، تمسكيه بعد ما تغلفيه كويس بالنشا زي ما انت شايفه كده. بصوا ما شاء الله قوامه بجد رهيب، ولا طعمه ولا اروع. هو واللي بيجي من بره مفيش اختلاف خالص، بالعكس كمان حاجه انضف في البيت وحاجه جميله. وعايزه اقول لك بكم الكميه اللي احنا عملناها ما شاء الله عملت لي كميه كبيره جدا زي ما انت شايفه. هنا هبدا بقى كده اقطعه. هنا عملت الاخضر والبينك، طبعا اللون البينك ده بيتعمل ازاي؟ طبعا زي ما شفتوا لون طعام احمر حطيناه على الابيض ادانا الدرجه دي، والدرجات هنا انت بقى اللي تقدري كده ايه يعني تتحكمي فيها. تمام. طيب هنا عملت الاصفر والابيض كمان اهو زي ما انتم شايفين، عملت 4 الوان مارشميلو. عايزه اقول لكم بجد خطيره. بصوا مطاطي جدا ورهيب بجد، تقدري تعبيه في اكياس. احنا داخلين على العيد، فرحي بيه الاولاد بشويه سكر وزي ما شفتوا حاجات بسيطه. وعايزه اقول لكم الحاجات اللي اشتريناها بقول لكم من عند العطار اللي هو العسل الكلوكوز ده قعد معايا فتره طويله، يعني مش بس عمل لي مره واحده لا، فالحاجه بتنفعك بعد كده برضو. ولكن انت بتعملي حاجه نظيفه للاولاد. شوفي الكيس بس دلوقتي بتجيبيه من بره بكام. وكمان هنا انا مقطعه المكعب كبير جدا، وعمل ما شاء الله كميه معايا خطيره ورهيبه. فرحي الولاد بالمارشميلو ده لان بجد الولاد بيعشقوه، واحنا عن نفسنا ساعات بناكله وبنحبه جدا. جميل جدا زي ما قلت لك. هنا بقى هتغلفيه بالنشا وتعبيه في اكياس بقى، وان شاء الله تفرحي بيه الاولاد في العيد.
وتحطي لهم كمان معاه العيديه بقى ويا سيدي. وعايزه اقول لك بيقعد معاكي هنا لو حطيتيه في الطبق كده في البيت عادي يقعد معاكي من يومين ل3 زي الفل. زي ما انت شايفه بصوا جميل جدا ازاي ما شاء الله زي العسل. جربيه ان شاء الله هيعجبك يا قمر. بالله عليكي ما تنسنيش بلايك وشير للفيديو. كل سنه وانتم طيبين.